بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. آه، اللي ظهر يا جماعة، اللي ظهر بالنسبة للقانون الروسي، تمام، اللي الناس منتظراه ومنتظرة. اللي ظهر يا جماعة اللي هو الناس بتوع شهر 12 اللي كانوا قريبين من الكوتا. يعني ايه قريبين من الكوتا؟ اللي كان ميعادهم قريب آه، من الدقايق الأولية. يعني الناس اللي هي مقدمة في الأوائل خالص، الناس اللي هي مقدمة في الأوائل خالص. طيب، ده ظهر ليه وازاي ظهر قبل الناس بتوع شهر 3؟ زي ما قلنا يا جماعة قبل كده، الموضوع ملوش مقياس خالص. الموضوع احنا ذات نفسنا مش عارفين هم ليه عملوا كده او ليه ردوا كده او ليه ردوا قبل شهر مارس. هو يا جماعة ملوش مقياس، واحتمال يكون ناس قدمت شكاوي، وناس اتكلمت كتير، فعشان كده رد عليهم. لان طبعا الناس اللي قدمت كلها، الناس دي كلها كلفت الورق وصرفت عليه كتير، فمن حقها طبعا انها يطلع لها اوراق. وبالذات لما يكون انت واحد مثلا مقدم في الدقايق الاوليه من القانون، فيبقى لك حق انك تتكلم وتقول لا، انا محتاج وعايز يطلع لي اقامه. تمام. دي الناس اللي خدت اقامات اللي هي بتاعت شهر 12 وكانت قريبه من الدقايق الاوليه. مين اللي خد تاني بقى من شهر 3؟ اللي خد تاني من شهر 3 هم محافظتين. هم محافظتين اترد عليهم، محافظتين يا جماعه اترد عليهم. محافظه ميلانو وبادوفا. ميلانو وبادوفا تاني ناس اترد عليهم. غير كده مفيش. الناس اللي بتسأل على الخدم، الناس اللي بتسأل على الخدم، هو ليه الخدم لسه ما تردش عليه لحد الآن؟ احنا طبعا من تواصلنا مع البرفكتورة فسألنا، قلنا لهم الخدم ليه اتأخر؟ قال لك أكدوا علينا ان الخدم يوم 22 الشهر ده هيبدأوا ان شاء الله يردوا على الناس. بس الموضوع يا جماعة محتاج بس انتظار وصبر. انا عارف ان الناس انتظرت كتير وصبرت كتير، تمام. بس انا بقول للناس يعني فات الكتير ومعاد الا القليل. فات الكتير يا جماعة ومعاد القليل، وان شاء الله باذن الله هتسمعوا اخبار جميلة الايام الجاية باذن الله. لان هم اللي احنا شايفينه واللي احنا سمعناه ان هم عايزين ان شاء الله يزودوا العدد بتاع الناس اللي هم مقدمين. ليه بقى؟ لو انتم متابعين، او لو انتم مثلا لو حد متابع الكوتا، تمام، او الناس اللي هي بتوع الكاف والكلام ده، ممكن مثلا تسالوهم اللي هم بيعملوا الاوراق، هم هيقولوا لكم بالظبط اللي بيحصل. اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان كان في محافظات كانت اخده يا جماعه، كانت اخده زيرو. محافظات كانت اخده زيرو، وبعد كده طبعا المحافظات دي كلها اتظلمت وعندها حق انها تتظلم، فدخلوها ادوا لها عدد. ادوا لها عدد قد ايه؟ ادوا لها عدد كل محافظه على حسب السكان اللي فيها، بس ادوا لها عدد يعني يعتبر يرضيهم ويرضي الناس اللي ساكنه هناك. ده يا جماعه اللي توصلنا له اخر حاجه، ودي كانت الاخبار اللي موجوده. في حد سالني على موضوع برضو التاريخ بتاع الليلة أوسطى في غلطة، أو التاريخ بتاع صاحب العمل. صاحب العمل حتى فرضا لو هي بياناته فيها غلطة أو فيها أي شيء، تمام، هو طبعا اللي بيعمل الحاجات دي هو كاف أو محاسب أو بطوناته، هو اللي بيعمل الحاجات دي، هو اللي بيظبطها. فلو أنت مثلا فرضا في حاجة غلط، انت ما تقلقش من اي حاجه. انت استنى وانتظر لحد ما تروح تقدم اوراقك في مصر وهم يصلحوها هناك. اللي بيصلح الاوراق يا جماعه الناس في مصر هناك، لان انت راجل مصري، ما انتش راجل ايطالي ولا. هو اللي بيصلح لك السفاره بتاعتك، بيظبط لك كل حاجه وبيظبط لك اوراقك، تمام، وبتراجع كل حاجه. هم هناك بيراجعوا لك كل حاجه، فمحدش يقلق او يخاف من اي حاجه، والناس تروح عادي وتقدم ورقها عادي، ومفيش اي حاجه ان شاء الله ولا اي رفض باذن الله، طالما انت معاك النيله اسطى تمام وسليمه. طيب انا في صاحبي راح قدم
تمام. وبعد كده ما جالوش الجواز، جاله الرفض. هقول لك انا بقى صاحبك جاله الرفض ليه. صاحبك يا باشا جاله الرفض علشان صاحبك معاه جاله نلا قسطة مزورة. ده في ناس كان معاها نلا قسطة كويسة وسليمة واتفق. استحالة يا باشا، يا باشا استحالة. واسمع الكلام ده مني انا، وخد الكلام ده ثقة مني. لان انا مش هقول لك ان انا بابا المجال، انا شغال في المجال من فترة. فانا عارف انا بقول لك ايه، عارف انا بقول لك ايه، وعارف المعلومة اللي بعتها لك والله بعتها لك بما يرضي الله. وبعطي لك معلومة مصدقة عليها مليون المية. يعني ما تدورش بعد كده ورايا. تمام. لان انا بعطيك حاجات من تجاربي. مش مثلا بقول لك انا سمعت من فلان ولا سمعت، لا، انا حاجه يا باشا انا مجربها ذات نفسي، وانا حاجه اتحطيت فيها. فعن تجربه بقول لك. وعلى راي المثل اسال مجرب. هو المجرب هيدلك على الطريقه والشيء الصح. تمام. فالناس قلت قبل كده وهقول تاني وهعيد تاني، روحوا توكلوا على الله وقدموا اوراقكم وما تخافوش وما تقلقوش من اي حاجه خالص. وان شاء الله باذن الله ربنا هيوفقكم، وان شاء الله باذن الله اللي جاي خير يا جماعه، اللي جاي خير يا جماعه، اللي جاي خير يا جماعه والله. وايطاليا فاتحه حضنها للناس كلها. يعني ايه فتح حضنها للناس كلها؟ يعني تشوف الايام الجايه دايما قوانين هتفتح كتير. بس زي ما قلنا اهم حاجه تقدم على حد يكون كويس. انا ما بعملش دعايه لنفسي لان انا ما عنديش مكان. انا معايا ناس هعمل لها القانون الجاي واللي بعده. تمام. لان في ناس حاجزه معايا من فتره كبيره. ممكن واحد يقول لك ده بيقول كلام كده خلاص. لا والله العظيم انا بالفعل انا ما عنديش اماكن. حتى الناس اللي تخش تكلمني بقول لهم انا ما عنديش اماكن، بس ممكن اوديكم لحد تاني، حد يكون ثقه وانا اكون الضامن. مع ان انا ما بحبش ادخل نفسي في حاجات من دي علشان طبعا بيجي من وراها شويه دوشه، وامتى هيرد وامتى هنخلص وامتى كذا وامتى كذا وامتى كذا. فانا بصراحه بحب ان انا اريح دماغي واتدخل في الحاجه بس اللي تخصني. اتدخل في الحاجه اللي تخصني، اللي انا متحكم فيها او متملك منها، اللي انا بعملها انا بايديا. عشان لما يجي حد يكلمني يقول لي طب ماشي انت ما تردش علينا ليه او ما حصلش حاجه ليه، ابقى انا عارف ارد عليه. ابقى انا عارف ارد عليه، لان طبعا ده اختصاصي وده حاجه انا بعملها. تمام. ف ان شاء الله يا جماعه القوانين ان شاء الله باذن الله احتمال بنسبه كبيره اللي هو بتاع شهر 12 يفتح. ولو ما فتحش فيه هيكون 2025، هيكون في شهر 2 ان شاء الله باذن الله. فبنقول للناس ان شاء الله اللي هي منتظره او اللي هي ما كانش لها توفيق المره دي، ان شاء الله باذن الله تخليها المره الجايه وتحاول باذن الله مع حد تاني. تحاول مع حد تاني ان شاء الله، وربنا باذن الله هيوفقها وهيكرمها باذن الله. بس الموضوع يا جماعه عايز صبر مش اكتر. الموضوع عايز صبر، وان شاء الله ربنا يوفقكم ويوفق الجميع. ولو في اي حاجه اكتبوا لي تحت الفيديو، وانا ان شاء الله باذن الله ارد على كل استفساراتكم باذن الله. صباحكم زي الفل. السلام عليكم.